من الحاجات اللي احب اتكلم معاكم فيها النهارده هي اورام الغدد الليمفاويه. اشهر انواع اورام الغدد الليمفاويه هو ورم الهودجكن ليمفوما. يمكن الكلمه شائعه جدا ان ابني عنده تضخم في الغدد الليمفاويه. اورام الغدد الليمفاويه في منها انواع كتير معظمها حميد، والاورام السرطانيه بتكون نادره الحدوث. الاهل اول ما بيشوفوا غدد ليمفاويه متضخمه اول حاجه بتيجي في دماغهم هي ان دي حاجه غير حميده، انما الواقع غير كده خالص. في معظم الاحوال بنسبه تفوق ال 70% بتكون اورام حميده. تشخيص اورام الغدد الليمفاويه سهل، لاني انا بمنتهى البساطه بلاقي عندي تضخم في الغده الليمفاويه وبشوف الورم بيكبر، وبالتالي انا ببدا اشوف متخصص عشان ياخد عينه ونقدر استقبل بقيه الفحوصات. الشيء الجيد في اورام الغدد الليمفاويه ان البروتوكولات الحديثه في العلاج حاليا اصبحت تنتهي من 4 ل 6 اشهر، واصبح في انواع كتير منها بتعتمد فقط على العلاج الكيميائي دون اخذ جرعات علاج اشعاعي، وبنسب شفاء تفوق ال 90% في معظم مراحل اورام الغدد الليمفاويه. معاكم الدكتور محمود حماد، استشاري اورام الاطفال وزراعه النخاع، معهد الاورام القومي، جامعه القاهره.